عندي هنا الحمد خروف نجدي، ما شاء الله تبارك الله، كبده وكلوه مع اللحم. الحين مويه عاديه بارده بنسلقها لين نطلع الزفر. هذا الزفر بدا يطلع معنا، نشيله ونتخلص منه. شلت الزفر، الحين بنزل ثوم وبصل وطماط وملح وبهارات عدله وشوي مطحونه، زار البيت العادي. خلاص بضغطها الحين تقريبا. هذا الرز حطيت له مرق اللحم، ما شاء الله تبارك الله. شوف شلون. طبعا رفعته تقريبا سنتي ونص لان القدر عندي صغير، كل ما يعرض القدر ينقصون مستوى الماء شيء بسيط. خليته على نار عاليه لين نشف. الان بحط عليه الكشنه، بصل مقلي وزبيب معه بهارات مسمنه وكركم وشوي زيت. الحين بقصدره وبخليه 10 دقائق على نار هاديه مره، ان شاء الله يكون استوى. شوفوا طول الحبة، ما شاء الله تبارك الله. هذه كبستنا اليوم. نحط الكشنة على جنب عشان اللي ما يبغى. هذه الكبدة اللي سلقنا، وهذه الكبشة.